خير يا حبايبي، وحشتوني. النهاردة هنقدم رز مبهر. مقاديره بسيطة جدا، وطبعا علشان مش هنستخدم الرز البسمتي فهنستخدم رز مصري عادي جدا من بتاع بلدنا. كوبايتين ونص رز عادي من الفلاحي، وعندنا معلقة كبيرة من الكركم، معلقة كبيرة كركم، معلقة صغيرة بابريكا. طبعا ملح وفلفل حسب ما احنا عاوزين، بس يا ريت ما نكترش الفلفل عشان ما يبقاش حامي عشان الاطفال الصغيرين. ومعلقة كبيرة بصل بودر طبعا. وعندنا الزيت. احنا هناخد ال ال الحاجات دي نحمرها في الزيت، البابريكا والكركم ده هنشوحه تشويحة بسيطة بشوية زيت على النار، وبعدين هناخد الرز نكمل التشويح 5 دقايق، وبعدين نزود المية السخنة بالبصل البودر وملح وفلفل. بس مقادير بسيطة وعاملينه عشان أطفالنا وحبايبنا الحلوين. حبايبي هنحط شوية زيت على النار، حبة حلوين يعني برضه عشان يطلع مفلفل شوية، مش عايزينه ينبخ مننا. هنحط البابريكا والكركم هنسيب بقى المقادير، بس نشوح بس دي ريحة الحاجات الجميلة دي تطلع بس شوية، بس سنة صغيرة. عايزة اقول لكم يتقدم مع اي حاجة، فراخ ستريبس، فراخ مشوية، كفتة مشوية، كفتة مقلية على البوتاجاز، اي حاجة اي حاجة تتقدم معاه جميل جدا وبسيط ومفيهوش اي حاجة. حلوة طلعت. هننزل الرز مغسول طبعا ونضيفه زي الفل ومصفينه من المية. ماشي يا حبايبي، اوكي. هنشوح بس تشويحة صغيرة بس، الريحة الجميلة دي اللي تطلع. اوكي. يا ريت كان بنحمر، عفوا بنحمر البابريكا والكركم برضو تشويحة خفيفة خالص. عايزين نغلب بس الرز بالحاجات الجميلة اللي يعني تاني. الريحة جميلة، هلا تهيو بقت جميلة جدا جدا جدا. هنحط والبصل البودر عشان بس ايه يعني تقليبة بس كده. بنشوح برضو اهو لسه ثواني كده، وبعدين نار عالية. احنا كده خلصنا كل المقادير بتاعتنا الحلوة الظريفة دي. تقلبتين كمان. هنضيف مية سخنة على طول من الكتل، كوبايتين ونص الرز عليهم كوبايتين ونص مية، ان شاء الله هيطلع مفلفل وجميل. اول كوباية هنوطي معايا حبايبي، والتانية هنحط كوبايتين ونص مية بالظبط على قد الرز. وعندي فكرة تانية هبقى اقولها لكم ان شاء الله، ان شاء الله المرة الجاية هتتبسطوا منها قوي. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك حبايب قلبي، تابعوني، عندي افكار جميلة جدا هنقولها مع بعض المرة الجاية. وكده احنا خلصنا الرز، هنسيبه يغلي. طبعا المعتاد بتاعنا ان هو بعد ما بيغلي بنوطي عليه ونحط له الشياطة عشان ايه يبقى مفلفل وجميل. وفاصل وهرجع لكم تاني. احنا بنقلب الرز نقلبه بالشوكة علشان ايه يفرفر من بعضه كده ويبقى جميل.
احسن حاجه يعني من المعلقه، بس ناخد بالنا بقى علشان الحاجات التيفال والجرانيت والسيراميك ده ما يتبهدلش مننا، بس على قد ما نقدر على قد ما نقدر. الرز مفلفل جميل وريحته تجنن. بس قلبي شوفوا لون الرز خطير وطعمه يجنن يجنن. والكوبايتين ونص عملوا كمية جميلة 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 جميلة. نسيت اقول لكم حبايب قلبي، انا عاملة مع الرز ده استرابس فراخ، والفيديو على الصفحة برضو معاه، وشوفوا الاتنين مع بعض. بس ملهاش صفحة اسمها قناة. طب الايه حبايب قلبي، وكمان التحالي الكيك الجميل اللي احنا عملناه، ويا ريت تشوفوا ده على قناتي. وباي باي.